ضربة ركنية يلعب كازورلا على الايمن القريب على طول بتكتيك مختلف الى بغداد بنجاح على مرتين. يا ولد اندري ايو المونديالي يسجل. من سجل في كأس العالم من ايام قليلة يعاود التهديف لكن للزعيم. 1-0 لاندري ايو، 1-0 للزعيم. اداء راقي من بغداد بنجاح، خدها بثقة، خدها بهدوء، ويقدم نفسه بثالث اهدافه هذا الموسم. برافو برافو، يا سلام على بغداد. عملها بالعرض غريبة جدا، مفيش رقابة من لاعبي نادي الريان رغم ان العدد موجود، لكن مفيش حد بيراقب اندري ايو ليتقدم الزعيم على الرهيب. 1-0. قام بغداد بنجاح بدور صانع اللعب وتكفل اندري ايو بالتسجيل، وهو ثالث اهدافه هذا الموسم. سجل في السيلية وسجل في الشمال. اقصى اليمين بيدرو، وادي الكرة العرضية على طول يطلع المدافع الياباني. مكسب كبير تانيجوتشي، تمركزه وتصرفاته. يا سلام على بيدرو، وادي بغداد لكن ضعيفة، وادي اكرم عملها اكرم عفيف وسجل اول اهدافه هذا الموسم. اول اهداف اكرم مع الزعيم ليتقدم السد على الريان 2-0. يشارك اكرم عفيف بعد غياب، شارك مع العنابي في معسكرات قبل كأس العالم، ولم يشارك ايضا الفترة الاخيرة لانه كان حاضر وموجود في تشكيلة المنتخب. يعود الى نادي السد فيعيد للسد قيمته الهجومية الكبيرة ما بين صناعة الاهداف واحراز الاهداف، ويسجل اكرم عفيف اول اهدافه هذا الموسم. 1-0 لاكرم عفيف، و1-0 كان لبغداد لاندري ايو، يبقى النتيجة 2-0 لصالح الزعيم. تزداد المأمورية صعوبة على نادي الريان، كان قريب الريان من التعادل أكثر من مرة، لكن أكرم عفيف يبتعد وبفارق هدفين.